السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اما اقول لكم على طبق الاحب الى قلبي، الاكلة المفضلة عندي، العشق بتاعي، اللي لو جبتها من اي محل، اي مطعم، اي مكان، ما احبهاش برضو غير من ايدي. الطبق اللي كل الناس بتحب تاكله من ايدي، الطبق اللي انا مشهورة بيه، كشري ام مازن. تعالوا بقى اما اقول لكم التركات والحركات، واقول لكم على كل مميزات الكشري اللي يطلع معاكي فعلا طبق حكاية. تعالي بقى، هنا كان معايا حلة حاطه فيها شويه زيت وهبدا احمر البصل. ليه هنا بدأت بالبصل يا ام مازن؟ عشان انا محتاجه الزيت بتاع البصل هيمشي معايا في كل خطوات الكشري. ده سر من اسرار الكشري برضو. ورقه وقلم واكتبي ورايا، دي اول خطوه هتحتاجيها في الكشري عشان يطلع معاكي كشري صح. زيت الكشري، زيت البصل معاكي في كل حاجه. هنا انا بحب احمر في حله يا جماعه، بحب اغمر البصل كده بالزيت من فوق ومن تحت ومن كل حاجه عشان يديني اللون الذهبي اللي انا محتاجاه. انا مش هاجي هنا يم الزيت تماما لحد ما يبدا البصل ياخد لون معايا. هنا لما بدا البصل ياخد لون معايا بدات اقلبه حركه دائريه كده، بحيث ان انا احاول افكك البصل من بعضه على قد ما اقدر في قلب الزيت. تمام، هبدأ بقى اشتغل في الحاجات اللي مش محتاجة زيت من بتاع البصل. هعمل ايه معايا؟ هنا العدس بجبة، عدس بجبة نقعاه ربع ساعة، وبعد الربع ساعة هحطه في شوية مية واحط عليه شوية ملح واسلقه واحطه جنب كده. هنشتغل كل حاجة مع بعض عشان البنات اللي بتستصعب الكشري، بتقول خطواته كتير، بتقول لا بياخد حلل كتير بيعمل. تعالي بقى هنا هتعمليه وانت مرتاحة كده نفسيا، وسهل وبسيط ومش صعب عليكي ولا اي حاجة. احنا هنشتغل في كل حاجة مع بعض قدامنا. هنا علقت على العدس قدامي وايدي في البصل، وحلة تانية هنحط فيها مية وهنحاول نسلق المكرونة واحنا شغالين. حطيت هنا حلة كبيرة هحط فيها شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وعود قرفة ومعلقة وورقتين ورق لورا. تاني مع بعض: كزبرة ناشفة، كمون، 2 ورق لورا، عود قرفة، شوية ملح. بس مش عايزة منك اكتر من كده في مية السلق بتاع المكرونة. تمام كده، هنخلي بالنا من كل حاجة واحنا شغالين. انا هنا حاطه ميه من الحنفيه، مش عايزاها ميه سخنه، انا عايزاها تغلي براحتها جنبي على ما اعمل الخطوات اللي قبل المكرونه، لان انا كده كده المكرونه معايا اخر حاجه فمش مستعجله عليها. هنا برضو ايدي في البصل بقلبه كويس عشان انا عايزه كل البصل ياخد لون واحد مع بعضه، مش عايزه بصلايه تلون وبصله تانية، لا انا عايزاه ياخد. والجماعه اللي بتخاف من تحمير البصل عشان ياخد معاكي لون حلو وجميل، بتبدريه الاول بمعلقتين نشا وشويه ملح. انا مش عايزه اكتر من كده على البصل اللي قدامك ده انا حاطه عليه معلقتين 2 نشا ومعلقه ملح بس. الناس اللي بتخاف من النشا وتقولك لا ده يسقط في قلب الطاسه ولا في الحله اللي انت بتحمري فيها، ولا اي حاجه في الكلام ده، وهوريكي الزيت دلوقتي بعد ما احمر. هنا كان خد البصل معايا اللون جميل جدا، تحفه. خد اللون الذهبي كده الكهرمان الحلو ده اللي تحبي تشوفيه كده على طبق الكشري. بصي كده خلاص كان البصل معايا تمام. هبدأ بقى اطلع البصل بمصفى كده، ومش هطلعه على مناديل. دي خطوة تانية ان البصل يفضل مقرمش معاكي. اول حاجة النشا، تاني حاجة ما تطلعيش البصل على مناديل. اولا النشا مش هتخلي البصل يشرب زيت، بالعكس هتديله قرمشه وهيبقى طالع مش شارب زيت تماما، وانت كده كده بتطلعيه بمصفى بتصفي الزيت منه. هنطلعه هنا على طبق او صينيه ونفرده كده، يعني اكنك كده مشمعاه فرده كده عشان ما يبقاش كله على بعضه يطرى معاكي. انا مش عايزاه يطرى، انا عايزاه يفضل مقرمش عشان مهما يغيب معاكي يفضل مقرمش كده. خلاص كده طلعنا البصل بتاعنا، شوفي لونه بقى ما شاء الله اللهم بارك، والله تحفة. اللون والطعم جميل ما شاء الله. اعمليه بالطريقة دي مش هتعمل، شوفي ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الزيت هنا ما كانش فيه اي حاجة ساقطة ولا نشا ولا كلام من ده خالص.
هنا بقى هحط الزيت في قلب كاسة كده، هنشتغل بالكاسة الزيت ده في كل حاجة. كل حاجة الزيت ده هيمشي معانا في كل حاجة، كل الخطوات اللي جاية هنعملها من زيت البصل اللي جاي ده. هنا كنت ببص على العدس، ما شاء الله اللهم بارك، كان عايز شوية صغيرين، لسه جامدة شوية. هسيبه شوية جنبنا على النار، وهنبدأ نشتغل في الخطوة التانية في الكشري. هنعمل ايه تاني؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل الدقة. هنحط شوية زيت من زيت البصل، برضو هنحط معلقة كويسة كبيرة كده من البصل، عشان من التوم، عفوا عن التوم، عشان اساسا الدقة التوم معروفة كده مش محتاجة يعني. هنحط معلقة كبيرة منها. هندي للتوم كده ايه تقليبة صغيرة لحد ما ريحته تطلع بس. وهننزل هنا بكزبرة ناشفة، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الكمون. هنحط كمون والملح، هنطفي الاول الدقة دي بالخل. هنطفي الدقة ازاي بالخل؟ ايوه، دقة يعني توم وخل، دقة توم وخل. وهنحط هنا معلقة كمون وشوية الملح بتوعنا بس كده. دي الدقة بتاعتنا كده جاهزة. هننزل عليها بقى ب3 كوبايات من المية، 2 كمان واحدة. وعلى فكرة على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها، ممكن تكوني انت بتعملي كمية كبيرة، ممكن تكوني انت ببيت عيلة وبتعملي كمية دقة كبيرة، ضعف المقدار. يعني انا حاطة هنا في مقدار نص كوباية خل عليه 3 كوبايات مية، لا انت حطي كوباية خل عليها 6 كوبايات مية، على حسب المقدار اللي انت عايزاه. هنا كان خلاص العدس بتاعي استوى، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كده خلاص العدس استوى، هنركنه في جنب. والدقة كده خلاص استوت معايا، هنركنها كمان في جنب. ومعانا البصل خلاص في جنب. هنحط بقى في الاخر خالص كده وهي بتغلي نص مكعب مرق، عشان يعزز طعم الدقة معاكي، هيخلي الدقة خطيرة تحفة. النص مكعب المرق ده هيودي الدقة معاكي في حتة تانية خالص، هيديلها طعم خطير. نركنها بقى في جنب. تعالوا بينا نعمل بقى الشطة اللي هي الزيت بتاعة المطاعم دي. هنحط شوية زيت محترمين كده، وننزل بمعلقة كبيرة من الشطة هنا انا مش عايزاها تتحرق، انا عايزة اعزز الطعم والريحة بتاعتها. انا عايزة بس ابدأ اشم ريحة، حمصت تحميصة صغيرة كده، ابدأ اشم ريحة الشطة، اخد بالي للشطة تتحرق مني. الشطة هنا لو اتحرقت منك هتمرر، وانا مش عايزة الشطة تتحرق. هحط معلقة شطة محترمة، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من البابريكا ليه يا ام مازن؟ البابريكا عشان تخلي لونها احمر، تخلي لون الزيت بتاعها احمر. وكمان البابريكا دي بابريكا حار، فيها سنة شطة كمان. هنا كنت خلاص هطفيها برضو بخل بس كده. ده سر الشطة بتاعة المطاعم بتاعة الكشري، الزيت بتاع الشطة. هنا كانت الشطة جاهزة عندي، وكده يبقى انا انتهيت من الشطة. لحد هنا احنا ماشيين كويس مع بعض. هنا الخطوات كلها، بصي هنا كانت عامل الزيت، طبعا احنا هنسيبها تركن شوية لحد ما تبرد، وهتلاقي الزيت بتاعك طلع على الوش. هنا كنا بنبص نشوف المية غلت ولا لأ. تعالوا بقى نعمل الرز بشعرية. الرز بشعرية بتاع الكشري، الشعرية بتبقى اكتر من الرز، عشان ده كشري. احنا مش هناكل بس رز بشعريه كده عادي في اكله عاديه، لا ده كشري. يعني بمقدار مثلا انا هنا خدت نص الكيس، حبيت اوريكم. نص الكيس ده عليه كوبايه واحده من الرز، مش عايزه اكتر من كده. هنا هنقلب برضو احنا عملنا، خدوا بالكم معايا وركزوا كويس، احنا عملنا هنا الرز بشعريه برضو بزيت من زيت البصل، ده بيخلي طعم الرز حلو، بيفرق معاكي في الطعم بتاع الكشري. بتحس ان انت بتاكلي كل حاجة كده بتاكليها بريحة زيت البصل. تمام كده، اللهم بارك يا رب. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا هفضل اقلب في الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، وهنزل عليها بكوباية الرز. تعالوا هوريكم تركايه كده برضو مع الرز بشعرية، ده هيديكي طعم حلو قوي برضو معانا. بعد ما الشعرية تاخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه، وانزل بكوباية الرز، هحط عليها شوية بصل من اللي انا محمراه.
هيخلي الرز بشعرية معاكي حلو قوي 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 قوي. جربوا الطريقة دي ومشوا على الخطوات اللي انا بقولكوا عليها دي، وصدقيني هتاكلي طبق كشري ما اكلتهوش في حياتك. هنا كانت الشعرية بتاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، انا عايزة لون ذهبي حلو كده نفس لون البصل. هنا كانت تمام، كانت كده مية مية، كانت خدت اللون الجميل الذهبي. هديها تقلبتين كده وانزل عليها بايه؟ بالرز بتاعنا، كوباية واحدة من الرز بس. هنقلبها تقلبتين، وهنا هنزل عليها بقى بمية سخنة على ما الرز يستوي بالشعرية كده مع نفسه براحته. اكون انا خلصت بقيت ايه خطوات الكشري. البنات اللي اول مرة تدخل المطبخ او اللي بتستصعب عمايل الكشري، ركزي معايا هنا في الفيديو. الكشري مش صعب والله يا جماعة، سهل جدا سهل جدا والله، ما هو صعب. مشي بس على الخطوات واعملي كل حاجة زي ما بقولك، هيطلع معاكي كويس جدا. هنا كنت بقولك المية مقدار عقلة صوبع، تغطي وش المية بمقدار عقلة صوبع، ونحط شوية الملح وشوية البصل بقى. شوفوا هنا شوية البصل على الوش هيخلي طعم الرز تحفة. هننقله بقى على العين التانية عشان نبدأ نعمل بقية الخطوات. هنسيبه بقى يستوي مع نفسه كده، مش محتاجينه دلوقتي. على ما نخلص كنا بنبص هنا على مية المكرونة، كانت لسه شوية، لا كانت هنا بتغلي. هنبدأ بقى ننزل بالمكرونة الطويلة، هنقسمها 2 كده ونرميها في قلب الحل. طبعا عشان هي بتاخد سوى اكتر من المكرونة العادية، فاحنا بدأنا بيها الاول. احنا كده كده هنسلق المكرونة كلها في حلة واحدة، فانا بدأت بالمكرونة الطويلة عشان هي بتاخد سوى شوية. فانا هسيبها تاخد غلوة واحدة او غلوتين كده مع بعض وانزل بالمكرونة التانية. وهنا بناخد بالنا برضو من كل حاجة حوالينا، مش معنى ان احنا شغالين في حاجة نسيب اللي احنا حاطينه على النار، لازم تاخدي بالك من كل حاجة انت شغالة فيها. هحط حلة هنا وهبدأ اعمل معايا الصلصة. برضو الزيت معايا، الزيت بتاع البصل معايا. هنبدأ نشتغل في الصلصة بتاعت الكشري. هنحط شوية توم كده نحمرهم تحميرة مع بعض. عايزه برضو ريحه التوم، اعزز ريحه التوم معايا وتبقى ريحته حلوه كده وجميله معاكي، تشميها كده. عشان خاطر الصلصه مش هنعملها قلب توم بس. هنحط بقى ايه؟ ورقتين لورا، عود قرفه، وشويه فلفل اخضر. ليه حطيتي فلفل اخضر هنا يا ام مازن؟ الفلفل الاخضر بيخلي طعم الصلصه حلوه قوي قوي بجد. جربوا الخطوات دي صدقوني بصي هتاكلي طبق كشري حكايه والله حكايه. ما شاء الله. هنا كنت خلاص كان التومه اتحمرت. هنزل بقى بشفشق الطماطم. طماطم هنا زي ما تحبي، كيلو طماطم، 2 كيلو طماطم، كيلو، حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هنا عامله كميه محترمه عشان هتشوفوا في الاخر انا هعمل ايه. هنحط ايه بقى على الصلصه هنا يا ام مازن؟ هنحط هنا معلقتين صلصه جاهزه عشان اعزز اللون. عايزه اللون، هي الطماطم كانت حمرا بس انا كنت عايزه اللون احمر زياده. وهنحط هنا ملح، كمون، كزبره ناشفه، معلقه او نص معلقه كده من البابريكا برضو عشان اللون، نعزز لون الصلصه. وتوابل 7 بهارات. تمام. يبقى احنا هنحط هنا ايه؟ 7 بهارات: كمون، كزبره، فلفل اسود، شويه ملح. وهحط هنا بس مش هتيجي في الكاميرا، هحط هنا مرق دجاج، مكعب مرق دجاج، بس للاسف هي ما جاتش في الكاميرا هنا وانا بحطها. طبعا حطيت في الاخر شويه سكر عشان الحموضه. اما تعملي طماطم تبقي ضرباها في الخلاط طماطم فريش وتحطي صلصه، حطي نص معلقه كده سكر عشان الحموضه. هنا كنت نزلت بالمكرونه العاديه. هنا يا جماعه انا عامله قد ايه؟ عامله كيسين مكرونه من العاديه. حاولي تشكلي المكرونه على قد ما تقدري، يعني تخلي المكرونه كيس من اللي هي الصغيره وكيس من اللي هي المعوجه شويه دي، بتدي شكل حلو في الكشري. فانا هنا حاطه كيسين. هنا كنت بقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك الرز استوى وبقى مية مية تمام كده.
هنرجع تاني للمكرونه. هنا كنت حاطه كيسين، كيس، الكيسين كانوا كيلو، والكيس المكرونه الطويله نص، يعني الكيلو المكرونه حطي عليه نص سباكيتي من الطويل. وهنا الصلصه كمان كانت وصلت للقوام اللي انا عايزاه وكانت استوت. اللهم بارك. انت هنا الصلصه ما انتش عايزاها تقيله، انت مش بتسبكي، مش بتعملي محشي ولا كلام من ده، انت عايزه الصلصه صلصه خفيفه، صلصه كشري. وهنا كانت المكرونه كمان اللهم بارك يا رب كانت استوت، والمكرونه الطويله كمان كانت استوت ما شاء الله. احنا هنا خلصنا خطوات الكشري العاديه بتاعتنا خالص. خد مننا وقت ولا خد منك وقت ولا خد منك مجهود ولا اي حاجة خالص، بالعكس سهل وبسيط. وبصي تحفة. هنا كنت انا صفيت مية المكرونة، شوفوا بقى حطيت عليها ايه برضو، معلقتين من زيت البصل، وتقلبتها تقلبيها تقلبتين كده ببعضها. شوفوا المكرونة مفرفرة ازاي يا جماعة، خطيرة والله العظيم خطيرة، مفرفره وجميله. انا بحط ليه معلقتين الزيت هنا عشان يدي لمعه كده وجمال كده للمكرونه، تحس ان المكرونه بتلمع معاكي كده. هركنها في جنب. الخطوه اللي انا هعملها الاخيره دي يا جماعه مش في الكشري، الخطوه دي اختياري، انا بعملها كده بدلع بيها ولادي، او بمعنى اصح احنا بنحب ناكل الكشري كده. انتي عايزه تعمليه بحاجه تانية انتي حره. انا هنا حطيت معلقه توم، هنزل فيها بيها بنص كيلو من اللحمه. عايزه تعملي كبده اعملي الكبده، عايزه تعملي فراخ اعملي فراخ، اللي انتي عايزاه اعمليه. انا بعمل اللي ولادي بيحبوه. انا هنزل هنا بنص كيلو من اللحمه المفرومه على معلقه من التوم. التوم خد لون، نزلت باللحم. اللحمه عايزاها تاخد لون معايا بس، وهنزل عليها برضو بالتوابل، شويه ملح شويه فلفل اسود شويه كمون شويه توابل لحمه، وبس كده، مش عايزه اكتر من كده. وبعد ما تستوي معايا ولونها يغير، طبعا اللحمه المفرومه بتاخدش وقت معاكي، بعد ما تستوي ولونها يغير هنزل عليها بقرن فلفل اخضر. بجد الفلفل الاخضر بيفرق معاكي في طعم اللحمه وفي طعم الصلصه وفي كل حاجه. مشوا بس على الخطوات زي ما انا بقول لكم كده، صدقوني هتاكلوا طبق كشري ولا تقولي لي بقى الزعيم ولا التحرير ولا اي حاجه. هنا كشري ممازن في حته تانية خالص. اللهم بارك يا رب. هنا كنت بحط توابلي وكده كانت اللحمة مستوية معايا. الخطوة دي اختياري مش اجباري، مش مطلوبة معاكي في الكشري. انتي عايزة تعملي بكبدة اعملي، عايزة تعمليها اعملي، عايزة تاكلي الكشري من غير ولا كبدة ولا لحمة ولا اي حاجة براحتك، المتاحة عندك اعمليه. هنا كانت جاهزة معايا. هنا كنت خلصت كل حاجة، المكرونة جاهزة، الرز بشعرية جاهز، الصلصة جاهزة، الدقة جاهزة، الشطة جاهزة، اللحمة جاهزة، كل حاجة كانت جاهزة معايا. اللهم بارك. هنا كنت بوريكي المكرونة، كنت بوريكي الصلصة، وكنت بوريكي الرز بشعرية كده، خطواتك كلها تمام. تعالوا بقى للحظة الحاسمة، تعالوا بقى للخطوة التحفة. هنا كنت بقدم بقى الطبق الجميل بتاعنا. هنا كان قدامي العدس بكبة، كان قدامي البصل واللحمة والشطة بتاعتنا اللي احنا عاملينها والدقة، وكنت مدلعة نفسي كده بايه بقى، بشوية خبز كده محمص كده جميل، زي بقى كنت عامله لكم مطعم كده في البيت. اللهم بارك. هنا كنت بغرف الرز بشعرية، شوفي ما شاء الله مفرفر كده وجميل تحفة ما شاء الله. اللهم بارك. شوفوا الجمال، شوفوا المكرونة ولا معجنة ولا ماسكة في بعضها ولا اي حاجة، مفرفرة معاكي كده، بتنزل كده على بعضها كده، خطيرة. اللهم بارك. بصي الجمال ما شاء الله يا جماعة. الطبق ده والله بصوا الأحب إلى قلبي، حتى تلاقي الفيديو معمول كده بحب وبحاجة كده ما شاء الله، عشان كشري ام مازن مش اي كشري والله، اقسم بالله ما اي كشري. هحط بقى هنا شوية البصل، هنحطه هنا في جنب. هنزوقي بقى الطبق اللي انت عايزاه زي ما انت عايزة براحتك. انا هنا حطيت ايه، شوية هنا في جنب شوية هنا في جنب، هحط العدس كده في النص، هدلعك في الطبق ده.
ما شاء الله. البصل هنا كان لونه تحفة وطعمه جميل. هنحط شوية عدس في جنب هنا وهنا كده ما بين البصل وبعضه. ما شاء الله، اللهم بارك. فين اللايك والشير يا جماعة؟ فين اللايك والشير؟ والله الفيديو ده يستحق كتير لايك وشير كده. ولو اول مرة تتفرجي عليا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما شاء الله. شوفوا هنا بقى هحط اللحمة. اللهم بارك، بجد تحفة. هنزل بقى هدلع نفسي كده بقى، وشوفوا بقى شوية الخبز المحمص ده. ما شاء الله. كفايه ان انت عامله الحاجه ببيتك، كفايه ان انت واثقه من مصدر الحاجه اللي انت عاملاها، كفايه ان انت مطمنه ان كل حاجه معموله نظيفه وكويسه وفي قلب البيت. محلات ايه واكل بره ايه؟ مفيش احسن من الاكل البيتي والله. شوفوا الجمال. اللهم بارك. هننزل بقى بشويه الصلصه الجمال بتوعنا كده، ندلع الطبق كده. ما شاء الله تحفه. شوفوا الطبق، ايه الجمال ده؟ بألف هنا وشفا اللي هياكل. ننزل بقى بشوية الصلصة بتوعنا. اللهم بارك. احنا هنا عايزين صمت كده، دقيقة من الصمت عشان نستمتع من الجمال اللي قدامنا ده بجد. شوفوا هنا العدس والبصل واللحمة والدقة والشطة. ما شاء الله ما شاء الله، بصراحة تحفة. والله والله طبق تحفة. شوفوا الجمال، ايه الجمال ده؟ شفتي بقى سهل وبسيط ازاي؟ شفتي اللي مصعبة على نفسك وبتقولي الكشري صعب؟ وهنا بقى كنت عملت وجبات اصدقاء ابو مازن. ما هو يوم الكشري دي اعرفي ان انتي لازم تاكلي صحابه، اساسي. بينطلب والله، بالطلب والله بينطلب. عايزين ناكل كشري ام مازن. شوفوا التحفة والجمال. بألف هنا وشفا للي أكل. لو وصلت لحد هنا وأول مرة تتفرجي عليا، أنا بسمة وليد وده مطبخي. اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان تشوفي مني كل فيديوهاتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني، ويا رب أكون خفيفة على قلوبكم. لو أول مرة تتفرجي عليا، أنا بسمة وليد. يلا روحي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي.